سندوتش السوري الطويل ده التلاتة منه ب100 جنيه وبس. سندوتش البطاطس نفس حجمهم ب15 جنيه، وسندوتش الكبدة ب10 جنيه، والاتنين جمبري دول ب50 جنيه، وفتة الجمبري التلاتة منها ب100 جنيه، وأعلى وجبة عندهم ب70 جنيه. بالعصافرة قبلي على سور القطر مطعم ملك الشام اللي مغرق المنطقة عروض وخصومات ولا في الخيال، والمنيو عنده كبير وبيعمل أصناف كتير من سندوتشات وكريبات ووجبات. السندوتشات عنده سوري بالتومية بقى والمخلل والبطاطس العناصر الأساسية والتوابل المميزة والخضار والشاورما الفراخ، وفي الشيش طاووق ولا الكريسبي بقى. 3 سندوتشات صواريخ من الآخر، والحشو مليان وكبير جدا، وقفل يا معلم وانزل على الجريل، والتلاتة ب100 جنيه وبس. والجمبري الكريسبي بقى بالتوابل والخضار والكاتشب بقى حاجة آخر جمدان. ونزلت السندوتشات وشكلهم جامد. ويدخل مصطفى على عرض الجمبري وعجبه جدا، واخد معاه اوردر تاني للبيت. ودخلت بقى مع الصاروخ الكريسبي والحشو مليان، وانا كمؤمن اتبسطت. ويدخل نصر على الصاروخ الشيش طعمه جامد والفراخ طعمها حلو، ونصر انبسط جدا. ودخلت على فتة الجمبري، كان حجم الجمبري كويس ومقرمش وتتبيلته كويسه. والوجبه المشكل الفراخ بقى الشيش فيها جامد والكريسبي كويس والشاورما حلو. اما الكبده بقى فدي حكايه وروايه. ينزل بقى بالتوميه في العيش السوري مع الخضره والبصل، وعليهم البطاطس المقليه، وعليهم الكبده، وفيهم الكاتشب، وسندوتش فظيع. وقفل يا معلم، وكان طعمه جامد قوي قوي. نوع الكبده عاليه وكويسه وتتبيلتها روعه، ونصر ما حلش السندوتش من حلاوه. عندهم بقى اكبر وارخص سندوتش بطاطس في مصر ب15 جنيه وبس، ومليان حشو كبير، واسعار ولا في الاحلام. دايما بنحب نجيب لكم التجارب المميزه والاسعار اللي على قد الايد، والناس اللي بتراعي ربنا في الناس وما بتغليش الاسعار. كانت تجربة رائعة، ونحب نشكر أحمد ومحمد أخين محترمين، وحبينا ندعم مشروعهم ونعرف متابعينا عليهم. ونشوفكم في تجربة جديدة مع المطعم جية.